الورقة كذا كيف كذا مزبوط. قادم مروان والمقداد، تفضلوا. جزاك الله خير. جيب ورقة. انت هتطلع اول. العب كورة. هاي انت اللي بتلعب في الشارع. انا بيجي انت بتلعب في الشارع. اني العب. اني العب في الشارع. العب يا مروان. هيا العب. العب معك يا مروان. نعم العب هيا. انا تلعب لي الكرة يا مروان. العب هيا. نو نو نو. سوف نلعب في الشارع. العب هيا. هيا. اوه ناوي الكرة هيا. ماذا؟ مروان، اهلا. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام يا اخي. مروان، لماذا لم تعد إلى المنزل باكرا ولم ترتدي ملابس البرد كما قال أبوي؟ أنت تلعب هنا في الخارج من دون أن ترتدي ملابس. أنا أعلم أن هذا فصل الشتاء. نعم. أنت في الشارع يا عمران. أنا لست عمران، أنا أصفر يا أخي أبيض مروان. حتى في الشارع يا أصفر. حتى في الشارع يا عمران. أخي أصفر أبيض، أنت لذلك تعرض نفسك للخطر وقد تصيبك بعض الأمراض، وأنت أيضا بهذا تعارض أمر أبي. ألم يقل لك أبي ألا تلعب في البرد كي لا تصاب بنزلة أو التهاب؟ لا عليك. سأكذب على أبي إن سألني. ها؟ نعم. ماذا قلت؟ أتكذب على أبي؟ لا، هذا كلام لا أحبه منك وسلوك سيء جدا. أتريد أن تكذب؟ أخي، ألم يعلمنا أبي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكذب أبدا، وأن الكذب هو طريق إلى النار؟ نعم أخي أصفر. نعم. أستغفر الله. جزاك الله خيرا. سوف أرجع إلى البيت وألبس ملابس البرد. أحسنت أخي أصفر، شكرا لك وجزاك الله خيرا. أنت بذلك تكون قد سمعت كلام والدي. اسمع أخي، أنا لدي فكرة. لماذا لا نشتري بالمال الذي جمعناه ملابس برد للفقراء والعمال الذين في حينا؟ نعم، بارك الله فيك. هذه فكرة جميلة وسيعجب أبي كثيرا. يا أخي، إني أحبك حينما تكون. حسنا، سنذهب هيا. يعطيكم العافية يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. أنا قبل شوي قاعد أعدد الفقرات اللي ممكن تقدم في الخشبة، وما ذكرت منها الإبداع والابتكار الجميل من المقداد.